إذا بنطلع لنعرف شو هو المحرك الأساسي لكل الحياة، لكل العلاقات، لكل شيء ناطرينه من الآخر والآخر ناطره مننا، لكل شيء عم نسعى له، فهو شيء واحد بس. إذا امتلكناه أو عرفنا نتعامل معه فببساطة امتلكنا كل شيء ذكرته، هو المشاعر. نحن عادة ما منخاف من الحياة، ولا منخاف من العلاقات، ولا منخاف من التجارب كحالة مجردة. نحن منخاف من مشاعرنا تجاه الظروف أو القصص اللي حتحطنا فيها الحياة، أو من التصرفات اللي حيعملها معنا الآخر. ممكن يخذلنا، ممكن يخوننا، ممكن نفشل. كيف رح نحس مع الفقر، مع الخسارة، مع الموت، مع الهجر، مع قلة الثقة، مع الشك؟ مشاعر. الرسالة الأولى لكيف نقدر نغير موقفنا الداخلي فبالتالي رح يتغير كل شيء بالخارج، هو إنه ما يكون عندنا مشكلة مع مشاعرنا، ما يكون عندنا مشكلة شو ما كنا عم نحس. غضب، رغبة، خوف، حزن. في فلان هلأ حابين نروح نطقه قتلة، ما رح نروح، بس اتس اوكي. شعور عم بيصير جوات، لأنه نحن كائنات فكرية شعورية. فكرة بتنتج شعور، شعور بينتج فكرة، نحن علقانين بين الاثنين. اليوم لازم نعرف انه نحن قادرين نعيش مشاعرنا وافكارنا، نتقبلهم ونحتويهم، ولكن بنفس الوقت نحن اكبر منهم. حدوثهم بداخلنا ما بيعني انهم بيمثلونا. خوفنا من مشاعرنا واحساسنا بالذنب من اي شعور سلبي عم نحسه هو اللي عم بيعزز عملية كبت المشاعر، اللي عم بيعرقل تطورنا الروحي والنفسي وحتى العملي والمالي. صار وقت بقى نتصالح مع شو عم بيصير جواتنا، بلا ما نحكم عليه ونخاف منه ونحاول نقمعه. هو شعور محتاج ينعاش. لهذا السبب أعظم قوة بتبدأ الشجاعة بالنظر للداخل. اليوم ما لازم يكون عندي مشكلة شو عم حس، طلع جواتي وبحس اللي صاير جواتي هو شعور وعم بيصير، فخلي يصير، يتبع.